الاملاءات ديال البنك الدولي عندك معطيات في هذه المساله؟ التقارير ديال البنك الدولي واضحه ان كاع هذاك الدعم خصو يتحيد، يعني التوصيات كتقول ديال البنك الدولي صندوق الدولي المقاصه خصو يتحيد. وعلاش كنسمعوا مثلا حكومه العدو التنميه كيقول لك حنا اللي درنا قانون الاطار، وحكومه اخرى تقول لك حنا اللي درنا الدعم الاجتماعي المباشر؟ كلها تيقول لي، راه قلت لك انا اللي بغى يقول راه تا قلت لك هذاك من 2500 درهم تا هو تيقول. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان واضحا ان كل ما يتعلق بالدعم خصو يتحيد بما فيه صندوق المقاصه، حيت كيكلف الدوله على ما اعتقد. ما تيكلفش، ولكن راه المواطنين ما عندهمش. راه هاد الثروه ولا هاد الفلوس ديالنا راه ديالنا حنا كاع المغاربه، لان كاين بلاص ما نمشيو للاساسي في الامر اللي هو التوزيع السيء للثروه في البلاد، مشينا لهادشي. تحيد صندوق المقاصه من ضمنها تحرير هادشي ديال الوقود والغاز، راه صندوق النقد الدولي هو اللي فرضه بما فيه هادشي ديال الزياده ديال البوطه. وكنت قلتها في واحد التصريح شحال هذيك قلت لي ما غادي يوقع، وقال لك لا وقعت، وهذا 25 غتزاد 10 درهم اخرى في البوطه غتوصل حتى 70 درهم. اذا جايه هذا ماشي الحكومه اللي باغا ديرها، راه صندوق النقد الدولي اللي فرضها. وكاينه واحد لاطاك جديده غتزاد العام الجاي ديال طاكس كربون، حتى هي غادي تفرضها صندوق النقد الدولي هو اللي فرضها. وشنو التوصيات ديال صندوق النقد الدولي اللي جايه؟ جايه بحذافيرها هنا. لا اللي جايه بغينا نعرفوها اللي جايه. هادشي ديال الطاقه ديال الانرجي ديال الكهرباء، الاثمنه ديالو خصو يتباع بالثمن الحقيقي ديالو، يعني الدعم حتى على هو غادي يتحيد. الضوء والماء ولا غضو الضوء والماء بجوج خصهم يتحيدوا. كاين هادشي ديال لاطاكس ديال الكربون اللي غتولي على الطوموبيلات، يعني دابا اللي كتجي ورقه ديال الضوء ب 200 درهم شحال تولي دابا؟ غادي على حتى هي غتمشي بروغريسيف، غتولي 300 400 غتزاد بشويه نقدروا نوصلوا حتى 1000 درهم. ما توصلش ل 1000 درهم ولكن غادي تضوبل الثمن.